المصريين قدام الانجليز كده، وعلى المصريين عتاولة عملوا زعمة وحكاية كبيرة. واحد يقول لك انا باشا ابن باشا. ايه دي؟ ايه دي؟ ده كانوا بيدوكوا بالصرم الانجليز. ايه دي؟ انتوا الملك بتاعكم كمان اللي اداكوا البشوية كنتوا بتاخدوا بالصرم. وقعد كان منظر كئيب لما الانسان بيتابع، لان انا كنت في وقتها في المعتقل وعايش المعركة السياسية، لانه اللي مسكتني وزارة 4 فبراير اللي جابتها الدبابات. وفضلت قاعد في المعتقل لغاية ما اقيلت هذه الوزارة، وانا بتفرج بقى ازاي جت واستعان النحاس بالانجليز على الملك والانذار وغيره، امين عثمان كله قريتوه وعارفين ازاي بقى خلال السنتين وشوية اللي قعدهم وزارة الوفد الملك كل شوية ينقي الفرصة اللي عايز يقيل النحاس فيها. يقوم بكل بساطة ارجعوا للصحافة وقتها تلاقوا ان صحافة الحزب الاغلبية تقول لك جاء تبليغ بالامس من وزارة الخارجية الى السفير البريطاني وابلغ للملك no change، ويكتبوها بالانجليزي ويتباهوا بهذا ان وزارة الخارجية البريطانية بتقول لفاروق نو تشينج يعني ما تغيرش النحاس. ظل الاستعمار الاجنبي يدير شؤون مصر الى يوم 23 يوليو سنة 52، ومرت فترات كئيبة يوم كان باشوات الاحزاب يستعينوا بالسفارة البريطانية لكي يأتوا الى الحكم، وللملك ايضا وقت ان كان يستأذن بريطانيا في اقالة وزارة قائمة لانها فرضت عليه. كانت فترة كئيبة. الله، طب ما احنا صرنا في 23 يوليو الشعب كله صرنا على كلمة سياسة وسياسي علشان افقدونا احترامهم حقيقة ووصلوا الحضيض وعلى رأسهم الملك.